اتصاله بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. اليوم نحن أبناء الشعب الكويتي نمضي على خطى سموه، وأن أي دعوة لا تصب في هذا الاتجاه هي بدعة مرفوضة جملة وتفصيلا، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار جهنم في الآخرة، ولأهلها الخزي والعار واسوداد الوجه في هذه الدنيا بين بني الأمة الشرفاء. نعم، كانوا يريدون خراب سوريا، ولما أفشل السوريون مخططهم فقد ماتوا بغيظهم وجن جنونهم. وسوف تسمعون بإذن الله أهلنا في سوريا وتسمع الأمة ردنا نحن الكويتيين على هؤلاء بمهرجانات نقيمها في دواويننا الكويتية المعهودة تحت شعار وفاء لسوريا، ردا على من أراد أن يستغل حالة الحراك الشعبي السوري المشروع وهو في سبيله لتطوير وتحديث دولته ليندس مفتتا سموم الحقد والكراهية ضد سوريا تنفيذا للمخطط المشار إليه الصهيوني الأمريكي اللي كما أشرنا قد فشل، وأهله هم من الخاسئون. فلتحيا سوريا بقيادة طيب سيد عبد الحميد، وأنت تتحدث الآن عن الوفاء لسوريا وللجيش السوري، لماذا هذا الموقف؟ كيف يمكن أن يفهم هذا الموقف من بعض النواب الكويتيين؟ يعني هل نسوا فضل الجيش السوري في تحرير الكويت في أيام الأزمة؟ كيف يمكن أن يفهم هذا الموقف؟ أولا نرجو أن لا يتم إسقاط هذا الموقف المستنكر من أهل الكويت قيادة وحكومة وشعب. نعم. فهو موقف النشاز قام فيه بعض من لهم أجنداتهم الخاصة وهم أدوات بيد الآخرين الذين خططوا للمشروع المشار إليه. وبالتالي الشعب الكويتي عبر عن موقفه قائده سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، وهو دائما موقف الكويتي الحق عندما يعبر عن سموه نيابة عن شعبه. والشعب الكويتي لا يمكن أن يكون موقفه إلا موقف الوفاء. هؤلاء لهم أجندتهم، وهؤلاء اختطفوا برلماننا. وبرلماننا اليوم نحن نعاني أشد المعاناة لأن هناك أجندات خاصة لهذه النوعية من النواب. فأرجوكم أن تتحملوا معنا لأنهم من أبناء هذه الأمة، وابتلاءاتنا احنا بوجود أمثال هؤلاء لدينا. شكرا جزيلا لك سيد عبد الحميد عباس دشتي، محامٍ وناشط سياسي كويتي، أشكرك.